عندنا حمير لا عدد لهم بيشتغلوا في الإعلام. لكن الحقيقة أنه يعني الهلال قدم جهد يشكر عليها اللاعبين، ونقدر نستطيع أن نقول أنهم فازوا من غير فوز. شوف الحمار لا يا حد. استغلال هذه اللحمة واستغلال هذه الوحدة اللي بقى خلف المنتخب وخلف الوطن. وكنت أتمنى من تركي وكثير من الزملاء أنه ما يتجاهلون حدث صار أمس. رايح يا خايب يا هلا. حقيقة هو ضرب في الصميم وطعن هذه الوحدة. يعني الحساب الرسمي نادي النصر هو أول من طعن وضرب في هذه اللحمة وفي هذه الوحدة الوطنية. ليه؟ أن يظهر حساب نادي النصر الرسمي ويقول نفتخر ونعتز بمحمد السهلاوي لأنه سجل كذا هدف وقادنا للمنتخب، وكأن لاعبين المنتخب لم يبذلوا مجهود. لا 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 لا. وكان لاعبين المنتخب بقية لاعبين المنتخب لم يبذلوا عرق. لا 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 لا. وكان لاعبين المنتخب لم يبذلوا أي شيء. لا 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 لا. بينما حساب نادي النصر في تويتر الذي تخيل يا محمد أنه لا يذكر اسم لاعب نادي الهلال، اسم لاعب نادي الهلال، وأتحدى أي إعلامي وأتحدى أي أحد أنه يسجل إذا سجل للمنتخب يذكر في حسابه نادي النصر. هذا اللي يضرب اللحمة الوطنية، هذا اللي يقتل الوحدة الوطنية. بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. أدري إذا أنت مع الطقطقة ولا ضد الطقطقة. شوف يا أخي، أول خليني أتكلم معك بصراحة. زين، ستنشئ لنا جيل متعصب مذهبيا، سني وشيعي وصوفي مدري إيش، عرقيا قبلي وغير قبلي، مناطقيا، في كل الأمور ستنشئ لنا جيل يؤمن بأحادية النظرة ويؤمن بأنه عادي أنك لا تحترم الآخر. يالا يالا انت هو يالا يالا، الله يخرب بيوتكم وديتوا البلد في داهية يالا.